أمر ربما يكون مقلقا لمن يبدأ تعلم لغة الهوسة، إلا أنه ليس كما يتصوره المتعلم. بالعكس، مع مرور الوقت سيصير محترف جدا. يعني أنا أذكر أني قابلت شخص سوداني، معي في السودان يعني، تاني مرة وأنا في المعهد، وبمناسبة ما عرف أنني من الهوسة السودانيين، فقال لي أنا أتحدث الهوسة. أنا استغربت جدا في الواقع، يعني من طريقة يعني نطقه وبراعته في نطق الأحرف. يعني حقيقة أنا انبهرت من هذا الأمر، وسألته أين تعلمت هذه اللغة بهذه البراعة؟ فقال أنه كان في نيجيريا ودرس لي 3 سنوات واستطاع اكتساب اللغة، علما أنه لسانه عربي يعني فصيح، فهو ليس لديه لغة ثانية يمكن أن يتمرن بها أو يمكن أن تعطيه أحرف يمكن أن نعتبرها يعني أنها يمكن تسهل له النطق، أو لا بالعكس، فقط يعني مع الممارسة برعة في النطق وهكذا. فيمكن مثلا تسمع أحرف تعتقد أنها صعبة، وطبعا هي الهوسة اللغة من ضمن tonal languages، أي بمعنى أنها تعتمد على الصوت في بعض أو في كثير من كلماتها أكثر منه اعتمادها على الأحرف. والtonal language مثل الصينية، مثل الكورية، اليابانية، مثل المليالمية، كندا وهذه اللغات. أيضا في الإنجليزية قد تقابل بعض الديب تونز، مثل أن أقول better وينطقها البعض better ويمكن أيضا أقابل مثلا forgotten حيث يأتي الحرف forgotten. فأيضا في الهوسة كذلك، مثلا تسمع داچي دادي دي، وتعتقد أنه ليس بإمكانك أن تنطق هذا الحرف، بالعكس يمكن أن تنطقه بكل سهولة وتتعلمه مع الممارسة. وداچي تعني مر، ودادي تعني يعني الحلو أو الشيء اللذيذ. وأيضا يمكن أن تجد مثلا كلمة سيري، وسيري هي تلك الوجبة التي تجدونها ربما في بعض الطرقات أو في بعض المطاعم أو في كثير من المطاعم، وهي تسمى الأغاشي أو السيري. أغاشي يعني مشوي، عندما تضع اللحم على الفحم، هذا هو أغاشي. وأيضا يقال لها سيري، وحرفها هو TS في كتابة اللغة. لم نأتي إلى هذه المرحلة بعد، لكن إن شاء الله سنناقش هذا الأمر لاحقا، وهو الجانب الذي سنتعلم فيه الكتابة وهكذا القراءة بلغة الهوسة. فأيضا ويأتي هذا الصوت
من خلف الأسنان. أوكي، سا سا، مع شد هذا الاتجاه، سا سا، هكذا. أوكي، دا دا هو دا، لا أقول دا 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 دا. يلتصق اللسان بالأعلى، أوكي، ثم أطلقه دا 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 دا، ويضرب تحت هنا دا دا حتى يعطيني هذا الصوت دا، هكذا. أوكي، وعدة أحرف أو أصوات في اللغة، وهي ستأتي إن شاء الله مع الممارسة، وليست صعبة على الإطلاق. واجهت بعض الصعوبات في المستوى الأول للغة الصينية عندما درست، بالرغم من أنني أتحدث 3 لغات منذ أن كنت في 16 من العمر. أتكلم 3 لغات بطلاقة، و3 لغات ليس لديها علاقة مع بعضها البعض، يعني حيث كانت الهوسة والإنجليزية واللغة العربية، وكلها تعلمتها في نفس الفترة العمرية. يعني كنت أجد الهوسة بالمنزل، وعندما أسافر إلى مناطق الهوسة بالسودان، وأجد اللغة العربية عندما أخرج للشارع، إلى البقالة، إلى السوق وإلى المدرسة، والإنجليزية عندما أذهب إلى المعهد. فكانت كلها في نفس الفترة، تعلمتها كلها في نفس الفترة. أوكي، ولكن يعني واجهت بعض الصعوبات في اللغة الصينية، واعتقدت أنني لن أتعلم النطق وهكذا، يعني الأصوات الصينية كانت بالنسبة لي صعبة حسب ما اعتقدته يعني. إلا أنني من أول شهر استطعت أن أنطق الأصوات الصينية وأتعلمها هكذا. فلذلك لا يمكن أن تقول أن هناك لغة لا أستطيع تعلمها. أنا أعتقد بعد هذه الخبرة أنه على الأقل الإنسان يمكنه أن يتقن 10 لغات بطلاقة، ومعها ال4 مهارات: الكتابة والقراءة والاستماع والكلام. متى ما بدأ أو رأى ذلك ممكنا.